بهذه الروح يعني اللي هي فيها يعني نقدر نقول بقى كده شفنا ويلات كتير. 48 67 آه، كان في نوع من الانهزام، حتى نسميه 67 عام الهزيمة، يعني النكسة ده لفظ يمكن مش كله بيطلقه. في مجموعة كده هي اللي أطلقته ومشي. لكن احنا كمصريين معرفناش هزيمة ولا نكسة، ولكن حققنا انتصار، وانتصار كبير في 73 اللي هو في 10 رمضان. ازاي من الروح دي اللي هي مثقله جدا بهموم والمفروض ان هي يعني اللي يتخيل يقول لا ما تقومش القومه دي او ما تعملش الانتصار اللي العالم كله بيتكلم عنه واللي بيدرس دلوقتي في اكاديميات العالميه كخطه حرب يعني. فازاي اوصف لي حضرتك من النقطه دي، نقطه الانكسار دي او الانهزام دي، واللي من خلالها قدرنا ان احنا نحقق نصر. يمكن هزيمة 67 لما بنتكلم عنها انها هزيمة، لو جينا نبص لمجمل الصورة هنلاقي انها كانت نوع من التنبيه، جرس الانذار ان احنا في عندنا حاجة غلط. خلافات بين القيادات الموجودة، عبد الحكيم عامر، جمال عبد الناصر، الانقسامات اللي كانت موجودة دي لو كانت استمرت كنا انتهينا تماما. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان جالنا تنبيه ولمبة حمراء قادت خلي بالكم انتوا في سكة غلط. من اول يوم او من احتلال سينا كان في نقطة معرفش ليه الناس ما بتتكلمش عنها. اسرائيل احتلت سينا كلها وما قدرتش تاخد بور فؤاد، مع ان بور فؤاد جوه سينا. طيب ايه بقى اللي كان؟ الناس يعني انت عندك حصلت الحرب 5 يونيو، 9 و10 يونيو الناس نزلت لان الرئيس بيتنحى. بعدها ب 20 يوم كانت معركة راس العش، 30 مقاتل من القوات الخاصة في مواجهة طابور مدرع، حوالي افتكر 10 دبابات وكذا عربية مجنزرة وجنودهم و30 جندي بمدافع ار بي جي وبسلاح خفيف قدروا يوقفوهم ويمنعوهم على مسافة حوالي 8 كيلو من بور فؤاد، ما قدروش ياخدوها. لو كان القوة اللي قدام القوة ساحقة ايه اللي يمنعها انها تاخد بور فؤاد؟ هي هزمتك عسكريا، دمرت معدات ودمرت افراد ايوه. لكن ما دمرتش عندك الاراده وروح ان انا لا ده انا هحارب عشان اخد ارضي. هو ده يا فندم بيرجعنا لنقطة مهمة، ان احنا ما حاربناش في 67. لا 67 ما لا حاربناش. انا بمعنى هتكلم، احنا عارفين ان احنا ما لا حاربناش في بمعنى 67. بمعنى انا يمكن اللي يهمنا يا دكتور اكتر. احنا هنيجي ل 73 لا مش بس. 73، 67 ما بعد 67 اللي هي حرب حرب الاستنزاف الاستنزاف اللي كان فيها بطولات يمكن تفوق كمان حاجات حصلت في 73. المهم اللي حصل، ان اللي حصل اثر بعد كده على حرب الاستنزاف واثر على التخطيط في 73 والتنفيذ في 73. يعني احنا في 73 عملنا حاجات الاسرائيليين عملوها معانا في 67. يعني في 67 اول ما بدأت الحرب اسرائيل قالت او اعلنت ان مصر وسوريا هجموا علينا واحنا ما هجمناش. البيان الاول عندنا برضو ان في قوات اسرائيليه هجمت ده قواتنا في جزء 73 ده جزء اعلامي، فردينا عليه. ده جزء اعلامي لكن يعني اه او حاجه لكن في السياسه نعم بيعملها ان نعم هي انا مش دوله معتديه. انا الطرف الثاني اللي بدأ بالعدوان على اساس لسه مش عارف النتيجه ايه. 67 ما كانتش حرب لان لم يكن هناك اعداد يعني لحرب. ان هم مستهدف يتاجروا بقضيه ان هم لا على احنا طول احنا ما كانش وفرنا. في اعداد لحرب في 67. 67 كانت مظاهره، انت حضرتك حشدت قوات، لا في تدريب ولا في هدف واضح ولا في تسليح كافي ولا في خطه، حتى الانسحاب تم انسحاب عشوائي. نعم. انت معظم الضحايا بتاعتك ماتت وهم بينسحبوا أيوة. لان كان في غوغائيه في الانسحاب، ما كانش في تخطيط. الوحيد اللي قدر ينسحب باسلوب علمي صح وكان عامل لهم حيره وقلق الله يرحمه الفريق سعد الشاذلي، ده الوحيد اللي قدر ينسحب بقواته كامله سليمه لانه انسحب زي الكتاب ما بيقول طبقا للعلم. 67 لم يكن هناك خطه حرب، كانت مجرد مظاهره، نوع من الخوف مع خداع حصل من بره. الدوله اللي هتبتدي بالحرب لن ندعمها، الكلام ده كان من امريكا ومن روسيا. ايوه. وبعد كده الكلام ده كله انتهى. احنا خدنا الدرس ده، خدنا قلم فوقنا احنا في عندنا غلط. بدأت بعد يعني معلش يعني هو في جيش منهزم بعدها ب 20 يوم يهزم طابور مدرع ويمنع القوات انها تحتل حته ارض في وسط المساحه اللي هو محتلها؟ دي كانت اشاره المفروض يفهم ان لا المصري مش هيسيب ارضه. انت غلبتني لان كان في عندي خطا في التخطيط. وانا تداركته او بتداركه. بتدارك. حرب الاستنزاف، حرب الاستنزاف ما كان يعني ايه، ممكن نكون خسرنا فيها اكتر ما كسبنا على فكره من ناحيه
يعني رد الفعل مدرسه بحر البقر انضربت، ما اعرفش فين انضرب ده. أيوة. لكن كان في مكسب مستتر، ان اللي بيروح بيستطلع وبيشوف، انه بيجيب اسير ياخد منه معلومات، انه بيقول له انا مش هسيبك تحتل ارضي وتقعد مرتاح، انت طول ما انت في ارضي طول ما انت بتعاني. وبدات دراسه علميه، ايه اللي قدامي، ايه مشاكلي، ازاي اواجهها وازاي احلها. علميا الصديق كان بيقول ان احنا هنخسر من 50 ل 70% من القوات في القناه. يعني انت بتعدي ب 100,000 هتخسري من 50 ل 70,000 هيموتوا في القناه مش هيعدوا. اللي حصل عكس كده. ليه؟ لان احنا خدنا بالاسباب. هو عامل ايه؟ عامل ساتر ترابي عالي، ازاي يتغلب عليه؟ عامل نبالم تحت الميه يطلع يولع الدنيا، ازاي يتغلب عليه؟ خدت بالاسباب. خطه تمويه وخداع عبقريه اتعملت. تحارب انت لغايه قبل المدافع ساكر بلبس الرياضه بتلعب كوره وبتنص قصب على شط القناه. أيوة. بس الساعه 2 ولا كلمه ولا نفس. اختيار قبل ضرب مدفعية. التوقيت كان غريب وكان غير معتاد بالنسبه للحروب. طبعا طبعا. ويمكن دي من الحاجات زي ما قلنا يعني بتدرس وبتدرس. بالنسبه للحروب جرت العاده الحرب تبدا يا اما في اول ضوء وباخد ما يسميه يوم قتال، ان القوات تحقق يوم قتال وتقف، او ان انا ابتدي في اخر ضوء احقق مكسب واثناء الليل اظبط اوضاعي عشان اهاجم العدو. الكلام ده انت خدتيه في يوم كيبور، يوم عيد الغفران بتاعهم. الحركه والكلام فيه ممنوع عندهم. يعني مفاجاه على مستوى رهيب جدا. فيها من التخطيط والترتيب يعني الكثير.